يوم طويل من المباريات دوري أبطال آسيا، ما بدي أحكي عنها كلها. بدي أحكي عن لاعب نادي الشرطة العراقي دومينيك ميندي. يعني يا الواحد يشتري محترف بهيدا المستوى يا بله ما بيعود اسمه محترف. للصراحة 90 دقيقة أو 100 دقيقة أمام السد القطري كان متعة للنظر، رغم أنه لاعب وسط مدافع. دومينيك ميندي بهالمباراة غير أنه سجل هدف، ومش شغلته، سجل هدف بطريقة رائعة. لمس الكرة 88 مرة، لعب 96% دقة تمريرات، يعني لعب 64 من أصل 67 تمريرة. تخيلوا 64 تمريرة صح من أصل 67. ربح 6 تدخلات، استعاد الكرة 8 مرات. كان منطقة منتصف الملعب كانت له هيك حر، هو امتلك. شوفوا هيدي الخريطة قدامكم، الخريطة الحرارية لتحركاته بمنتصف الملعب. خاض معركة، كان فاتح معركة لحاله مع لاعبي السد بمنتصف الملعب، وقدر يخرج منها منتصر بشكل كتير كبير. قدم مباراة رائعة ولا أجمل. المباراة انتهت بنتيجة 1-1، لكن مندي اليوم خطف الأنظار بطريقة مش طبيعية. كرمال هيك لا الواحد يشتري أو يتعاقد مع مثل مندي يا بله، ما شاء الله.